إلغاء الدوري المصري بقى شيء لابد منه لإصلاح ما أفسده الفاسدين. حلقة فيها أخبار جهنمية بما تحمل الكلمة من معنى، وإعلامي له مصادر موثوق فيها، سواء تختلف تتفق معه، ولكن مصادره أكيد مصادر موثوق فيها. ولكن هسمعك كل حاجة بالصوت والصورة يا باشا، إحنا ما عندناش كلام أونطة، كل حاجة هجيبها لك بالصوت والصورة. ولكن إذا حصل هذا الكلام للإعلامي ذات الإعلامي اللي أنت عايز قوله، اعرف إن الدوري المصري قول عليه يا رحمن يا رحيم. الدوري المصري قول عليه يا رحمن يا رحيم. الدوري المصري هيلغى ولن يستكمل قولا واحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعين قناة إكرامي محمود في كل مكان، تحية طيبة لكم جميعا وجمعة مباركة عليكم جميعا. ولكن قبل ما نخش في تفاصيلنا بقول لك معانا حلقة جبارة 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 بما تحمل الكلمة من معنى، فيها تفاصيل التفاصيل. مش هقول لك تفاصيل كتير، لا، فيها تفاصيل التفاصيل وبالصوت والصورة، وهوريك كل حاجة بعينيك وبالفيديو وبكل حاجة. ولكن الإعلام اللي هوريه لك دلوقتي تختلف تتفق معه، ولكن له مصادر، يعني زي ما أنت عايز قول تمام. لو حصل هذا الكلام الدوري المصري اعتبره اتلغى، الدوري المصري اعتبره اتلغى. اولا قبل ما اوريك كل حاجه بالصوت والصوره، نبدا كلامنا كعادتنا معاكم بذكر الله الاول، فلا اله الا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما اوريك تصريحات هذا الاعلامي، ارجو من الناس اللي ما ضربتش اللايك تضربه، واللي ما اشتركتش في القناه تتفضل وتشرفني باشتراكها على دماغي من فوق. ورينا يا باشا الفيديو. كان منظر اولا، واحنا لازم علينا كلنا نتصرف، كلنا رجال دولة. هنا بخاطب كابتن محمود خطيب، مجلس إدارة النادي الأهلي، بخاطب كابتن حسين لبيب ومجلس إدارة نادي الزمالك، بخاطب مجلس إدارة بيراميدز، بخاطب الرابطة والنائب أحمد دياب، بخاطب المهندس هاني أبو ريدة وكل الاتحاد المصري لكرة القدم، بخاطب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. بتكلم مع الكل. مصلحة مصر أولا تعلو فوق جميع أي مصلحة أخرى. الرابطة سوف تصدر قراراتها وعقوباتها على النادي الأهلي يوم السبت اللي جاي، العقوبات اللي هتكون زي ما حصل مع نادي الزمالك قبل كده، لما الزمالك انسحب وما راحش تم توقيع عقوبات اللي هي 6 نقاط. تاني بقول 6 نقاط، 3 و3، 3 بتوع امبارح و3 في نهايه الماتش. خلاص عارفين اللائحه، خلاص الموضوع انتهى. ما هو المطلوب النهارده؟ المطلوب اليوم من الجميع اعلاء مصلحه مصر فوق كل اعتبار، اعلاء مصالح الجماهير المصريه فوق كل اعتبار. كابتن محمود خطيب رجل دولة، مجلس إدارة النادي الأهلي رجال دولة. أتمنى منهم، وأنا هنا بخاطب رجال الدولة مع جمهور النادي الأهلي، إعلاء مصلحتنا، مصلحة مصر أولا. أنا بقول لك وخدها مني، لو حصل هذا الكلام قول على الدوري المصري يا رحمن يا رحيم. ليه؟ من تلك الفاشل لتلك الفاشل يا قلبي لا تحزن. مش ده هاني ابو ريده هو سبب الازمه كلها، ليه؟ مش فاضي يا بيه، والله ما فاضي للكره المصريه ولا وجع قلب ولا وجع. هو فاضي بس ياخد سيلفي مع انفانتينو، وكل شويه كل ما يروح حته ياخد سيلفي مع انفانتينو، وحاطط انفانتينو في جيبه، ويروح يا اهلي للفيفا، روح يا اهلي للي انت عايز تروح. لو نتيجة المباراة اتحسبت لنادي الزمالك الدوري لم يستكمل قولا واحدا، وإلا خلاص بقى يبقى إدارة الأهلي بقى تبلها وتشرب ميتها، ويبقى أكبر خطأ خدته إدارة الأهلي إنها انسحبت من المباراة وما لعبتهاش وكده. ولو كمل الأهلي الدوري يبقى كده إيه؟
اللي بنقوله عن الناس لازم يتقال، اللي بنقوله عن الناس لازم يتقال. طيب لو رئيس رابطة الأندية خد هذه القرارات اللي قالها الإعلام اللي عرضته لكم من شوية، مش عايز أقول اسمه لأن في ناس تختلف تتفق معاه، إحنا مالناش فيه، تمام؟ ولكن لو رابطة الأندية خدت هذه القرارات اللي قالها الإعلام اللي وريته لك من شوية، يبقى كده الدوري في الباي باي، كده الدوري في الباي باي، من فاشل لفاشل، من فاشل لفاشل. وهذه هي الكرة المصرية، وهذه هي الكرة المصرية تحت قيادة هذه الفشلة لن تنجح أبدا، لن تنجح أبدا. ده يا عم ده مش فاضلنا يا باشا، يا باشا ده مش فاضلنا، ده فاضل الاتحاد الأفريقي، فاضل موتسيبي، فاضل انفانتينو يتصور مع انفانتينو، والتاني سمك لبن تمر بلح، سمك لبن تمر بلح. ناس مش فاضيالنا، ناس مش فاضيالنا، مش حاطه الكره المصريه في دماغها. بقى انا عايز بس سؤال للناس اللي كانت بتقول لك ايه، هاني ابو ريده هيصلح، هاني ابو ريده هيعمل، هاني ابو ريده. فين يا باشا؟ فين يا باشا؟ فين يا باشا؟ فشل ذريع في 2019 ونجح بالتزكيه في 2024. هي دي الكره المصريه؟ هي دي الكره المصريه؟ ده ما فيش راجل قدر ينزل قدامه الانتخابات. عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض. ولكن إدارة الأهلي طبعا كلنا عارفين مش هتسكت، ولو قالوا إن المباراة هتتعاد، إدارة الزمالك مش هتسكت، ولو قالوا إن المباراة هتؤجل، إدارة بيراميدز مش هتسكت، وهتهدد بسحب الاستثمار الرياضي من مصر. اللي هو إيه؟ ما تعرفش. ايه الاستثمار اللي عامله بيراميدز في مصر؟ ما تعرفش. عامل استاد؟ لا. عامل نادي اجتماعي؟ لا. عامل حكايه روايه؟ لا، مش عامل اي حاجه. طب فين الاستثمار؟ يا راجل ده حتى استاد مش عامل، ده مأجر استاد الدفاع الجوي. فين الاستثمار؟ ما احنا يا ريت حد لو يعرف الاستثمار ده يعرفنا عليه. يا ريت، اصل انا مش عارف ايه الاستثمار وفين الاستثمار وايه موضوع الاستثمار، انا مش عارف. انا مش عارف بامانه والله، انا مش عارف ايه الاستثمار اللي عامله نادي بيراميدز اللي كل شويه يطلع يهدد بسحب الاستثمار من مصر. لو حد عارف في حضراتكم اللي بيشوف الفيديو يقول لي يا جدعان، يقول لي عشان الواحد دماغه عايز يربطها في الحيط. فين الاستثمار اللي بيقدمه نادي بيراميدز في مصر؟ انا مش عارف. كل شويه كل لما تحصل حاجه يقول لك سحب الاستثمار وسحب البرطمان وسحب العصبان وسحب فين؟ ما هو انا عايز اعرف نادي اجتماعي عامل بيراميدز؟ لا. عامل استاد نادي بيراميدز؟ لا. عامل ايه نادي بيراميدز في مصر يسمى بالاستثمار؟ محدش يسأل. اوعى حد يسأل. كل شويه يطلع يهدد بسحب الاستثمار. اللي هو ايه؟ انا مش عارف. اللي هو ايه؟ انا مش عارف. انا مش عارف. عامة نتائج، وزي ما قالوا كده هيطلعوا قرارات بكره. لو طلعت تلك القرارات لم تأتي في صالح النادي الاهلي، يبقى كده الدنيا باظت. الدنيا باظت ومفيش دوري في مصر ومفيش كوره في مصر بسبب اكبر فاشل في مصر، اكبر فاشل في الكوره المصريه. أسوأ رئيس اتحاد جه في الكرة المصرية هو وجمال علام، هو وجمال علام أكتر اتنين، أسوأ اتنين مسكوا اتحاد الكرة في مصر، هاني أبو ريده وجمال علام. هاني أبو ريده وجمال علام. طبعا رئيس الرابطة ده طبعا احنا عارفين، مش محتاجة كلام، مش محتاجة كلام يا باشا، مش محتاجة كلام. يلا جمعة طيبة ومباركة عليكم، وننتظر بكرة القرارات. بس أنا بقول لكم من دلوقتي اعتبروا الدوري اتلغى، اعتبر إن الدوري اتلغى. من الآخر قولا واحدا الدوري اعتبره اتلغى، تمام؟ علشان ما اطولش عليكم، جمعة مباركة عليكم. اللي ما ضربش اللايك يا رجالة يضربه، واللي ما اشتركش في القناة يتفضل ويشرفني باشتراكه على دماغي. واشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.